الفيلم بيبدأ بالشريرة وهي بتحكي لجودي ونيك كل الجرايم الوحشة اللي عملتها. بس فجأة جودي بتكشف إنها كانت مسجلة كل كلمة قالتها الشريرة. الأخبار بعدها بتعلن إن أول شرطية أرنب في زوتوبيا جودي، ومعاها الثعلب الشرجاعي نيك، كشفوا مؤامرة عملتها العمدة بيل ويزر باستخدام لعبة جزر مسجل، وبيطلبوا من نيك إنه ينضم لقسم الشرطة بسبب مهاراته. نرجع للوقت الحالي. في مركز الشرطة القائد بوجو بيعلن للضباط إن مجرم النهاردة هو مفتش جمارك بيهرب شحنات ممنوعة من بره البلد للمينا، ويدي كل واحد مهمة تساعد في القبض عليه. وبيأكد إن جودي ونيك ما يعملوش أي حاجة غير إنهم يتفرجوا على الضباط القدام، بس فجأة يلاحظ إنهم مش موجودين أصلاً في الاجتماع. أوفيسر كلاوهاوزر يدخل ويقول للقائد إن جودي ونيك خرجوا بالفعل علشان يقبضوا على المجرم. جودي ونيك يتنكروا في شكل زوجين معاهم بيبي مزيف، ويخشوا المينا ويقابلوا المفتش سنوتلي اللي يقول لهم إن وجودهم هنا غلط. بس نيك يقول له إنهم جايين يحتفلوا بعيد ميلاد البيبي، وإن نفسه المفتش العظيم يكتب توقيع على هدومه. وأول ما يتشتت المفتش جودي تستغل الفرصة وتفتح كونتينر علشان تفضح البضاعة المهربة. صوت في السماعة يأمرها تقف وتستنى الدعم. سنوتلي يفهم إن هم شرطة ويجري على عربيته ويهرب. جودي ونيك يركبوا عربية وراه، بس قيادة جودي المتهورة تسبب تدمير نص زوتوبيا تقريباً، وفي النهاية يمسكوه. بس جودي تلمح حاجة شبه التعبان بتهرب، وتلاقي شوية قشور. وهم مستنيين بره مكتب القائد جودي تشوف بودكاست بيقول إن الزواحف زي التعابين كانت ممنوعة من زوتوبيا، وآخر تعبان اتشاف في المدينة من أكتر من 150 سنة. القائد بوجو يولع فيهم من كتر الغضب بسبب الخسائر اللي عملوها وعدم التزامهم بالأوامر. ولما تحاول جودي تقوله إنها شافت حاجة غريبة في فان سنوتلي يقطعها قبل ما تكمل، ويقول لهم إنه قلقان إنهم كفريق مش مناسبين، ويديهم مهمة جديدة ولو فشلوا فيها هيفرق بينهم. المهمة كانت زيارة معالج اسمه دكتور فيزبي، متخصص في إصلاح الشرقة اللي علاقتهم متلخبطة. الدكتور يقول إن جودي بتحب دايماً تاخد القيادة من غير ما ترجع لنيك، وإنها تحت ضغط طول الوقت. أما نيك فدايماً حاسس إنه مش واثق من نفسه. الاتنين يتضايقوا من الجلسة، لكن في الآخر يتفقوا إنهم لازم يشدوا حيلهم علشان يفضلوا في الشرطة. في الاسم كله بقى يضحك عليهم ويبص لهم إنهم أضحكة. بعدها كل واحد يرجع بيته. نيك قاعد كسلان مش بيعمل أي حاجة من الواجبات اللي اتطلبت منه، بينما جولدي أهلها يكلموها كتير كالعادة، فتهرب منهم وتركز في مذاكرتها. وبالصدفة تلاحظ في الأخبار إن واحدة من عربيات الجالة اللي بيستضيفها عائلة لينكسلي شبه عربية سنوتلي بالظبط. فبتفترض إن في علاقة كبيرة بين الحاجتين، وبتكلم نيك بسرعة تقوله إن ممكن يكون في تعابين في زوتوبيا، وبتفتكر إنهم حاولوا يسرقوا مذكرات عيلة لينكسلي قبل كده بسنين، ويمكن رجعوا علشان يسرقوها تاني. نيك في الأول ما ياخدش كلامها بجد، لأن التعابين محدش شافهم في زوتوبيا من زمن طويل جدا، بس لما يفكر إن حل القضية ممكن يخليهم يحافظوا على شغلهم يقتنع ويمشي وراها للتحقيق. الاتنين يدخلوا الجالة متنكرين في لبس شيك، وهناك يخبط فيها أصغر ولد عند ميلتون لينكسلي اسمه بوبرت. نيك يشوف قشر تعبان في الحفلة ويحس إن في حد لابس هودي يشبه اللي اتسحب قبل كده. القائد بوجو يمسكه، وفجأة الشخص اللي لابس هودي يظهر نفسه وهو جاري التعبان. جاري يخطف ميلتون ويسرق المذكرات، وجودي تجري وراه. جاري يستخدم بصمة عين ميلتون علشان يحاول يفتح المذكرات، وجودي تدخل عليه وتترجاه ما يأذيش ميلتون. جاري يتأثر بكلامها ويقول التعابين عمرهم ما بيأذوا حد، إحنا مش الأشرار، الشرير الحقيقي هو ميلتون، والمذكرات دي فيها السر اللي يثبت الكلام ده. لكن نيك يطب عليه بالطاسة من غير ما يعرف اللي بيحصل. في اللحظة دي عيال ميلتون يدخلوا الأوضة وميلتون يؤمرهم يقتلوا التعبان. جودي تولع نار علشان تمنعهم يقربوا، وفي الهيصة يرموا جاري من الشباك. شخص مجهول ياخده على موتوسيكل
ويهرب بيه. جودي ونيك يهربوا بالمذكرات ويتنقذوا على يد مستر بيج اللي دلوقتي فاتح بيزنس لبس علشان يقضي وقت مع حفيدته فوفو، يعمل لهم جوازات سفر مزيفة علشان يهربوا من البلد. لكن جودي ترفض، عايزة توقف عيلة لينكسلي. مستر بيج يكشف إن العيلة دي متورطة من زمان في العالم السفلي وإن إسقاطهم شبه مستحيل بسبب قوتهم، وهم أصلاً اللي بنوا أعمدة الطقس في زوتوبيا. نيك خايف وعايز يهرب، لكن جودي تصمم يساعدوا جاري، وبمساعدة فوفو يوصلوا للبودكاستر نابلز ميبلستيك اللي دايماً بتتكلم عن وجود الزواحف في زوتوبيا. يدخلوا سفينة غرقانة وتطلع إنها مخبأ للزواحف. نيبلز تعرفهم على جيسس اللي يرفض يساعدهم إلا لو ياكلوا أكله الأول، ولما يعملوها غصب عنهم يضحك ويكشف إنه كان بيهزر معاهم بس. جيسس يبص على المذكرات اللي غلافها معدن ويقول إن في سر على الغلاف مش بيبان بعين أي حيوان عادي، وفي اللحظة دي شرطة زوتوبيا تلاقي مكانهم فيجروا يهربوا. جيسس يديهم مركب ويقول انتوا أنقذتوا المدينة قبل كده، وأنا واثق إنكم هتنقذوها تاني، وساعتها يمكن الناس تفهم إن الزواحف مش مختلفة عننا. جاري يخطف المذكرات من جودي ويجري وراه، فالاتنين يجروا وراه والشرطة تجري وراهم. أثناء المطاردة يدخلوا نفق مائي لكن ما يقدروش يكملوا فيه بسبب نقص الهواء ويضطروا يطلعوا. بين مارش ماركت ومكان جاري الأصلي يلاقوا عنزة واتنين معوز يقولوا لهم إن فوق الجبل في مخبأ مهجور كانت الزواحف بتستخبى فيه زمان. جودي ونيك يبدأوا يتسلقوا، وفي النص نيك يبدأ يغيظ جودي ويمسك مسجل الجزر بتاعها ويهزر بيه ويقع ويتكسر. يتكشف إن شرطة زوتوبيا كانت بتتعاقبهم، ويحاول ينبه جودي بسرعة، وبصراحة يعترف إنه مش مهتم بالقضية أصلاً. جودي ترد عليه بحزن وتقول إن واضح إنهم مختلفين عن بعض بزيادة. فجأة الشرطة توصل وتقطع عليهم الهروب، وجودي تتصاب بسهم منوم، لكن جاري ومعاه بوبورت يظهروا وينقذوها. التلاتة يهربوا، لكن نيك يقع في إيد الشرطة ويتقبض عليه. ميلتون والضباط يضغطوا عليه علشان يقول جودي فين، بس نيك يرفض، وميلتون يسخر منه وهو واخده على الحجز. جودي تفوق وتلاقي جاري وبوبورت حواليها، يقولوا لها إنهم بيحاولوا يثبتوا إن زوتوبيا أصلها ما كانش على إيد الثدييات، لكن على إيد الزواحف، وبالأخص جدة جاري، وإن أبانيزر هو اللي خانها وطرد الزواحف وبنى فوق أرضهم. يكتشفوا إن بقايا مستوطنة الزواحف والأدلة اللي هتكشف الحقيقة موجودة في تاندر تاون، فبينطلقوا على طول. في نفس الوقت نيك يبقى محبوس قصاد نيبلز، تقدر تقنعه يفتح قلبه ويحكي ليه اتردد يساعد جودي، ويعترف إنه خايف عليها وإنه بيهتم بيها أكتر من اللازم. بمساعدتها يهربوا، وأثناء الهروبة يتفتح باب الزنازين بالغلط ويتحرر المساجين ومنهم بلويذر. نيك وهو يائس يتصل بفلاش ويطلب منه يجي ياخده هو ونيبلز. جودي وجاري وبوبرت يعبروا صحراء سكوير والشرطة وراهم، يوصلوا لمهرجان الثدييات اللي مولع. كلاو هاوسر يتواصل مع نيك ويحدد لجودي مكانها. هوك بوتم تاخد أمر إنها تضرب جودي بسهم قاتل، فبتتردد فتطلق بالغلط، لكن فلاش يدخل عربية في السهم ويفسده في آخر لحظة. العربية تتصادم مع سور الطقس ونيك يتحبس بره. جودي وجاري وبوبرت يجروا على قمة البرج علشان يشغلوا المنارة اللي هتكشف مستوطنة الزواحف. في آخر لحظة نيبلز تنقذ نيك من سخونية السور، لكن بوبرت يظهر وجهه الحقيقي، يحقن جودي بسم التعبان ويرمي جاري في التلج، ويعترف إنه عايز يدمر أوراق تأسيس زوتوبيا الأصلية علشان يكسب رضا أبوه وما يبقاش مختلف، وياخد معاه شنطة جاري اللي فيها الترياق. وفي سكة هروبه بيسمم نيبلز وبيحاصر نيك فوق سور الطقس. جاري رغم البرد بيستخدم قوته وحرارة جسمه علشان يحافظ على حياة جودي. فوق البرج نيك وبوكلت يشتبكوا، نيك يخليه يقع منه شنطة الترياق فرميها له من فوق في اللحظة اللي فيها الشرطة بتوصل والمكان كله بيولع خناقة. جاري يلحق يدي الترياق لجودي وهي تهرع تنجد نيك قبل ما يقع. أخيراً نيك وجودي يفتحوا قلبهم لبعض. نيك يعترف إنه طول عمره نفسه يبقى ليه قطيع، بس بيخاف يقرب من حد، وجودي تعترف إنها طول الوقت خايفة الناس تشوفها ضعيفة، وإن كل اللي كانت بتسعى ليه هو القبول. جاري يبدي الترياق لنيبلز، وفجأة يلاحظوا إن بوبرت رايح للمنارة. نيك وجودي يجروا وراه، بينما جاري ونيبلز يشتبكوا مع بقية عيلة لينكسلي. نيبلز تشجع وين دانسر يكون شجاع ويواجههم، وفعلاً بينجح.
وفي الآخر نيك وجودي قدروا يمسكوا بوبرت بمساعدة جاري ونيبلز. بعدها دخلوا مستوطنة الزواحف القديمة من خلال الفنار ووصلوا لبيت جاري القديم، واكتشفوا أدلة بتثبت إن الزواحف هم المؤسسين الحقيقيين لزوتوبيا. بوبرت حاول يمنعهم للمرة الأخيرة لكن هوجبوتم وقفته عند حده، وبكده الزواحف بقى مسموح لها ترجع بلدها تاني. نيك وجودي علاقتهم اتقوت أكتر وبدأوا يعلموا باقي فرق الشرطة إزاي الاختلاف مش ضعف. في بيت جاري نيك إدى لجودي القلم بتاعها بعد ما تصلح كهدية، وبعدها على طول رجعوا للشغل، وأول مهمة كانت مطاردة المجرمين الهاربين، وأولهم بيلي ويذر اللي بتحاول تهرب تاني. وبكده بيخلص فيلم زوتوبيا 2، وأكيد طبعا هيكون في جزء 3. ما تنساش يا جميل الاشتراك والكومنت لتشجيعنا على ملخصات، وفي ملخصات أكتر جوه القناة. وبس كده يا جميل، سلام.